السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم رانيا تيوب من قلب غزة. اليوم أجيتكم فيديو جديد مع الوالد. راح نقطف اليقطينة من خيمتنا، من زرعات خيمتنا. تابعوا معنا الفيديو، ما تنسوا التعليق على الفيديو لحتى يصل لأكبر عدد. ويلا خلينا نبلش بالفيديو. راح نقطف معاكم اليقطينة من خيمتنا. تابعوا معنا الفيديو وشوفوا صورة راح نعمل فيها الوصفة الجديدة. عملتها معاكم قبل هيك وصفة اليقطينة، ولكن اليوم طبخة أخرى من يقطينة خيمتنا. زي ما انتم شايفين الوالد بين الشجرات راح يقطف اليقطينة. تابعوا معنا الفيديو للنهاية. قشرنا اليقطينة والآن راح نقطعها. بعد ما نقشرها وصلوا على النبي وتابعوا معنا الفيديو للنهاية. معنا يقطنتين بسبب انه العدد كبير في الخيمة فلازم الكل ياكل، فقطعنا تنتين راح نطبخهم بإذن الله ونوزع على خواتي اللي في الخيمة. صلوا على النبي وتابعوا معنا الفيديو للنهاية وما تنسوا التعليق على الفيديو. ما شاء الله اليقطينة طعمها مثل القشطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين كيف قطع اليقطينة، لو تجربوا تذوقوها هيك قبل لا تستوي طعمها زاكي، ومع الطبيخ برضو نفس الاشي طعمها زاكي. صلوا على النبي يا جماعة وما تنسوا التعليق واللايك على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوفوا ما شاء الله كيف اليقطينة معانا. طبعا لو تجربوا تذوقوها طعمها كتير زاكي. لو كنتم من محبين اليقطينة تابعوا الفيديو معنا للنهاية. أول خطوة عملناها سلقنا الحمص لطبخة اليقطينة. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وشوفوا شو راح نعمل باليقطينة. الآن بعد ما سلقنا الحمص راح نحط سمنة ونحلوس قطع اليقطينة بعد ما قطعناهم معاكم. خلصنا من أول مرحلة في الطبخة وهي سلق الحمص. تابعوا معنا الفيديو وشوفوا الخطوة الثانية. قطعنا اليقطينة وجهزناها وسلقنا الحمص زي ما انتم شفتوا معانا. والآن راح نحلوس اليقطينة على النار. راح نعملها على طنجرة الضغط لحتى ما تاخد نار كتير وحطب كتير بسبب انه الحطب غالي. ولعنا النار وجهزناها لحتى نحط طنجرة الضغط على النار. تابعوا معنا الفيديو للنهاية. زي ما انتم شايفين حطينا طنجرة الضغط وبعد ما ولعنا النار الآن راح نحلوس اليقطينة. وضعنا السمنة على النار زي ما انتم شايفين والآن راح نحط اليقطينة. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وصلوا على النبي يا جماعة وما تنسوا ذكر الله. وهي اليقطينة معاكم بعد ما حطيناها فوق السمنة. الآن راح نقلبها 5 دقايق حتى تدبل اليقطينة بالسمنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وراح تعجبكم الوصفة بإذن الله. للمرة الثانية نعمل طبخة يقطينة من شجرات خيمتنا. تابعوا معنا الفيديو للنهاية. زي ما انتم شايفين حطينا الحمص واليقطينة. بعد ما سلقنا الحمص وحلوسنا اليقطينة بالسمنة حطينا الحمص وحطينا مية. والآن شو راح نعمل؟ راح نحط المكمل الغذائي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تابعوا معنا الفيديو للنهاية وما تملوا من الفيديوهات تاعت أهل غزة يا جماعة، لأنه كل شخص فتح قناة في الحرف أكيد فتحها مصدر دخل لإله ولعائلته بسبب الظروف الصعبة اللي بنمر فيها. طبعا النار عمتنا وزي ما انتم شايفين رجعنا نولعها مرة تانية لأنها بتدخن كتير، فلازم تكون النار منيحة لحتى تستوي الطبخة معانا. صلوا على النبي وتابعوا معنا الفيديو للنهاية وراح تعجبكم الوصفة. تحملونا شوية ودونا شوية من وقتكم يا جماعة لحتى نقدر نحقق الربح. زي ما انتم شايفين راح نحاول نولع النار لحتى نكمل معاكم الطبخة. وهيك ولعت النار الحمد لله. وأخيرا بعد معاناة وبعد ما عينينا راحت من النار والآن راح نحط المكمل زي ما حكينا لكم. في مكمل بديل اللحوم، بديل الدجاج، بديل أي إشي. زي ما أنتم شايفين هذه مكملات نزلت إلها فترة على السوق فبنحطها في الطبخات. كمان بديل الصلصة ممكن تحطوها بديل الصلصة. احنا راح نحط على الصلصة على الطبخة بسبب انه الطبخة كبيرة فمحتاجة صلصة ومحتاجة كمية كبيرة، لانه احنا عملنا يقطنتين معاكم زي ما فرجيناكم بالفيديو، فبتحتاج صلصة وبتحتاج مكمل غذائي. سكرنا الطنجرة حتى تستوي أسرع وبعد هيك عملنا الرز معاكم حتى ناكله بديل الخبز.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما انتم شايفين الرز ما شاء الله حلوسناه بشوية شعرية، وحطينا طبعا سمنة، حلوسناه اول اشي بسمنة وحطينا شعرية. طبعا في عدس هذا بنجيبه يا جماعة من وراء الناس اللي بياخدوا مساعدات امريكية، احنا ما بنقدر ناخد من المساعدات الامريكية، فاللي بيضلوا مرمي على الارض اخواني بلموا زي ما انتم شايفين مشكل عدس على شعرية على بصريش على رز، فبلموه وبنطبخه زي ما انتم شايفين معانا. هينا طبخناه واكلناه والحمد لله كان زاكي. وهيك طبخة اليقطينة جاهزة معاكم، راح نضعها بالصحون. واذا عجبتكم الوصفة علقوا على الفيديو. زي ما انتم شايفين الوالد قاعد بحط معاكم اليقطينة، شوفوا ما شاء الله كيف اليقطينة، كيف قطع اليقطينة، وكيف الحمص في الطبخة، وكيف الصوص. طبعا هو الصوص لسه مرق، مفروض يبقى اجمد من هيك عشان لو بدك تغمسه او تاكله يطلع اتقل. طبعا انتم متوفر عندكم كل اشي، فانتم زودوا صلصة وزودوا مكونات. صلوا على النبي يا جماعة وتابعوا معنا الفيديو للنهاية. زي ما انتم شايفين بنحط لخواتي وللعائلة تاعتنا، العدد كبير فمحتاجين صحون كمية اكبر من هيك، فراح نحط في الطنجرة لأخويا ومرته، عنده بنوتة صغيرة عقدهم يعني. الآن راح نوزع الصحون. زي ما انتم شايفين ما شاء الله عملت كمية كبيرة الحمد لله، واليقطينة قدت زي ما انتم شايفين كمية اليقطينة بالطبخة كبيرة، والحمد لله أكلنا وشبعنا وانبسطنا. صلوا على النبي يا جماعة وتابعوا معنا الفيديو للنهاية. هاي طنجرة الطبخة معاكم من يقطينة خيمتنا. أتمنى كل واحد نازح في خيمة يأكل من ثمرات خيمته ويوفر على حاله. شفتوا كيف ما شاء الله من حد ما نزحنا زرعنا في خيمتنا، والآن قاعدين بناكل من ثمرات خيمتنا. طبعا مش كل يوم بناكل منها، ولكن إنه بنمشي حالنا، إشي أهون من إشي. ما شاء الله زرعنا بندورة وزرعنا فلفل وزرعنا يقطينة زي ما شفتم، وزرعنا قرع بإذن الله بس يتوفر الطحين راح نعمل معاكم مفتول، وزرعنا كمان ملوخية، وزرعنا سلق ونعنع وريحان ولمامة، وزرعنا حاجات كتير يعني الحمد لله، وبنستفيد من كل الشجرات اللي زرعناهم. وهذه هي نهاية الفيديو يا جماعة. حطيت الرز، حطيت زيتون، وحطيت طبخة اليقطينة، والآن موعد الأكل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا التعليق على الفيديو يا جماعة. طبعا هذا زي ما حكينا لكم الرز من وراء المساعدات الأمريكية، طبعا ما حصلناها بكرامة، حصلناها من وراء الناس بعد ما كاتلوا وحاربوا، لقطوهن عن الأرض بعد ما وقعوا من الناس المافيات هدول اللي معهم أسلحة ومعهم أمواس، وبيجوا هم وشلة وزي المافيات بيعملوا. ما حد بصحي له، الناس الغلابة اللي زينا ما بصحي لهم ياخدوا حاجة، فمين اللي بصح؟ بس المافيات اللي بصحي لهم ياخدوا. فاللي زاد على الأرض إخواني جابوه. زي ما أنتم شايفين كان الرز فيه عدس، وكان فيه شعرية، وكان فيه رز. وهيك خلصنا وصفتنا، وزي ما شفتم من شجرات خيمتنا عملنا أزكى وصفة وأزكى أكلة والحمد لله. وأنصح كل واحد شخص نازح في خيمة يأكل من ثمرات خيمته. وما تنسوا التعليق على الفيديو واللايك لحتى يصل لأكبر عدد. وإذا كنت زائر جديد على قناتي فوت على باقي الفيديوهات وادعمنا بتعليق ولايك، وشكرا لكم.